السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل أكلة خفيفة كده بالبتنجان، على السريع كده. انتوا عارفين بقى المصروف واخر الشهر خلاص بقى، فنمشي امورنا بقى في حاجات كده. هنعمل أكلة خفيفة مش هتحتاج لا وقت ولا تكاليف ولا اي حاجة. هنعمل أكلة بالبتنجان، لا هنشوي ولا هنقلي ولا هندخن الدنيا زيت ولا الكلام ده كله. هنعمل بتنجان ني في ني. تمام. هو انا بصراحه كنت فاكره ان انا بس اللي بعرف اعملها، او احنا بس اللي عارفين الاكله دي. لا، انا دخلت على قنوات في دول تاني، يعني دول غير مصر، بيعملوا الاكله دي بيسموها شاورمه بتنجان. تمام. احنا هنا بنسميها بتنجان ني في ني، سموها انتوا بقى زي ما تسموها. اوكي. مش هناخد، مش هتتكلف كتير الاكله. هي معايا هنا بس ايه، كيلو بتنجان متقطع كده. تمام. واقل من نص كيلو طماطم، اقل من نص كيلو. وقرن فلفل اخضر كده، شطه اختياري. بصلتين اتنين بس متقطعين جوانح كده، بصلتين بس. وحبه توم مفرومين. تمام. هي دي كل المقادير بتاعتنا. هنعمل ايه هنا دلوقتي بقى؟ تعالوا كده. هنجيب الطماطم بالفلفل نحطهم كده في الصينية. تمام. وعليهم كمان البصل. معلش انا اسفة جدا للاصوات اللي ظاهرة دي، الجيران بقى يعني مش عايزة اقول لكم، ربنا يعيننا. نحط البصل كده على الطماطم والفلفل ومعاهم الثوم. هنحط الملح. يعني احنا هنتبل الخلطة في الاول بس كده. تمام. حطينا الملح ونحط شوية كمون كمان، وكزبرة ناشفة مطحونة. بس بنكتر الكزبرة شوية، يعني كده بتدي طعم لذيذ خالص فيها. تمام. عايزة شطة حطي، مش عايزة خلاص براحتك. والزيت. هنقلبها كده في بعضها. مش عايزة اقول لكم بيبقى طعمها تحفة تحفة. انا لو اطول اكلها كل يوم والله العظيم هعملها كل يوم عادي، لكن بحكم التغيير بقى يعني ما ينفعش اعملها كل يوم. يعني كده هي خلطناها كويس. ننزل بقى بالبتنجان. وانتي طبعا ورغبتك بقى، عايزة مثلا تقللي في الكمية براحتك، عايزة تكتري براحتك. اقلبها كده كويس. انتوا لو تلاحظوا انا خليت حبة من البتنجان عشان نعمل بقى مسقعة البلدي بتاعتنا دي. تمام كده.
الجيران يا جماعة، الجيران الراعي الرسمي لإفساد أي فيديو. لكن هنعمل ايه، الحمد لله على كل حاجة. نحط زيت كده من على الوش. هي لما بتكتري فيها الزيت بصراحة بيبقى طعمها حلو جدا، وبيبقى فيها صوص حلو كده. طيب كده انا الصينية بتاعتي تمام. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هغطيها كده تمام، وهحطها على العين من فوق. هحطها على عين البوتاجاز من فوق، تاخد غلوة تمام، وبعدين ادخلها الفرن. اوكي، مفيش اي صعوبة، يعني حاجة سهلة جدا جدا وما بتاخدش وقت. تمام، خليكم معايا. دي صينية البتنجان ني في ني بعد ما طلعت من الفرن. ايه رأيكم في شكلها؟ يعني شكلها حلو جدا بصراحة، شايفين طعمها حلو، ومش هقول لكم قد ايه. يعني انا بقول لكم لو اقدر والله اعملها، اللي هو لولا التغيير بس هعملها يعني على طول. بصوا البتنجان طيب، كل حاجة فيها طيبة، وريحتها حلوة جدا جدا جدا، شايفين؟ ولولا انها سخنة كمان كنت دوقتها قدامكم. أكلة سهلة وسريعة ولذيذة ومش مكلفة، تنفع غدا تنفع عشاء براحتكم. يا رب تكون عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي رايكم ايه في التعليقات، وما تنسوش المتابعه وتفعلوا زر الجرس، ويا ريت اللي شاف الفيديو كده بالصدفه وعجبته الاكله يعمل اشتراك. تمام، السلام عليكم، اشوفكم في فيديو جديد.